هنحضر اليوم عصير فريز. أول مرة أجربه صراحة، رح نشوف كيف رح تكون طعمته. عندي هون شوية فريز مجمديتهم بالفريزر يعني. أنا صراحة بصير هيك أكسرهم على رخام يعني لحتى هيك يفكوا عن بعض. اوكي بعد كمان شوي. اوكي راح استعمل الخلاط. راح احط الفراز كمية واحدة كمية نحط يعني اللي بدكم اياه استعملوه. وراح احط كم ورقة نعناع اخضر كانوا مغسليتهم، الورق بس ولا العيدان. السكر حسب الرغبة، فيكم تستعملوا سكر عادي، عسل او سكر دايت بديل السكر يعني حسب انتم ورغبتكم. انا بس ينحط نعناع صراحة بحب زود السكر. اخر شي بدي احطه مي. كمان كمية المي بترجع لكم حسب انتوا قديش بتحبوا تضيفوا، قديش بتحبوا رخاوة كثافة العصير تكون. وراح اخلطهم وهيك بعد ما خلطته راح احط بها كبايات. طعمته كتير طيب يا جماعة. الثلج كيف بتكسروا الثلج يا جماعة؟ احنا كنا نخلص هون نحط لك شوية مي. ايس ياكي ما تاكل ايس هلا، عايزة والله ما عندي كتير بس يا ولي بس لا اخر حط كمان الثلج. تبعتك رح تطلع ناقصة فيكي. ثلجي طيب كده رح صب العصير. خلينا بس هيك قلبه. نعناع بسم الله. فيكم تحطوا زبادكم بقلب نعناع، ورق نعناع بالعصير بس انا مش رح احط. بسم الله. ممكن نزين القوام. انا نسيت اقول اني خففته، طلع كتير تقيل فخففته بمي. رح احط هيك كزينة على الوجه ان شاء الله بس ما تغرق. تغرقكم شكلها حتغرق. كيف بحطوها بسبتوها؟ الى اللقاء. لا تغرقي خليكي على الوجه. اوكي الحق صور قبل ما يغرقوا. هيك بكل بساطة حضرنا اطيب سموذي فريز مع نعناع. كتير طيب، لازم تجربوه يا جماعة. هلا انا خايفة ورق النعناع يغرقوا، ورق النعناع اللي محطوطة للزينة عم بتطير. وهيك بيكون خلص الفيديو تبعنا لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم اشعار بكل فيديو بينزل على قناتي. اذا حابين اعملكم اي وصف اكتبوا لي بالتعليقات. بشوفكم فيديو تاني باذن الله قريبا. صحتين على قلبكم. سلام.